يا ترى إيه هو السر الحقيقي ورا النجاح؟ خلينا نكتشف مع بعض ليه الحكاية كلها بتبدأ وتنتهي بقرار واحد بس. كتير قوي مننا بيصحى كل يوم بنفس السؤال: ليه أنا مش ناجح؟ سؤال كده بيلخص إحساس بالإحباط، بالحيرة، شعور كلنا عارفينه كويس. بس في المقابل في ناس تانية. الناس دي ممكن ما يكونش عندها إجابة واضحة للسؤال ده، لكن عندها حاجة أقوى وأهم بكتير: عندها قرار. ومن هنا بالظبط كل حاجة بتبدأ تتغير. وهنا بنشوف الفرق الحقيقي. الحكاية مش ذكاء خارق ولا حظ أسطوري ولا حتى ظروف مثالية، لا خالص. الفرق أبسط من كده بكتير. في اللي بيستنى النجاح يخبط على بابه، وفي اللي بيقوم كل يوم يبنيه طوبة طوبة. القرار، هي دي الكلمة اللي بتغير مسار كل حاجة. الموضوع مش فكرة بتعدي في دماغنا وخلاص، لأ، ده اختيار واعي بنعمله كل يوم الصبح. طيب جميل، بس إزاي القرار ده بيتحول لحاجة ملموسة على أرض الواقع؟ وخلينا بقى نتكلم بصراحة ونشوف حقيقة النجاح عاملة إزاي من غير أي فلاتر. النجاح على فكرة مش هيجي والشخص مستني اللحظة المناسبة أو الظروف المثالية، لأ. النجاح الحقيقي بيظهر في أصعب الأوقات، وقت ما الواحد بيكون تعبان وشاكك في نفسه وحتى خايف، بس برغم من كل ده مكمل. وهنا مفهوم النجاح نفسه بيتغير. الحكاية مش سباق عشان تبقى رقم واحد، لأ. النجاح الحقيقي هو إنك كل يوم تكون أحسن من نفسك بتاعت امبارح، ولو بحاجة بسيطة. هو إنك تقوم وتكمل حتى في الأيام اللي ما عندكش فيها أي طاقة. تمام، كلام جميل قوي. بس إزاي بقى نحول المبادئ الكبيرة دي لحاجة عملية، يعني خطوات نقدر نعملها كل يوم؟ الفكرة كلها في الطوبة اليومية. النجاح مش قفزة عملاقة بتحصل مرة واحدة، لأ. ده عامل بالظبط زي اللي بيبني حيطة ضخمة، كل يوم بيحط طوبة واحدة بس. هو تجميع لكل الحاجات الصغيرة دي اللي بتتعمل باستمرارية كل يوم. والطوبة دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون ساعة شغل زيادة في وقت الواحد فيه مرهق، ممكن تكون قرار صح بيتاخد في عز التردد. هي ببساطة اختيار الاستمرار كل يوم. طيب إيه بقى الوقود اللي بيشغل الماكينة دي كلها؟ في عنصر واحد هو ده المحرك الحقيقي ورا كل ده. الحقيقة المرة هي إن الوقت مش بيستنى حد. كل يوم بيعدي والتأجيل هو سيد الموقف. ده مش مجرد يوم ضاع من الحلم، ده يوم اتخصم من عمرنا كلنا. وهنا لازم كل واحد فينا ياخد لحظة كده مع نفسه ويسأل سؤال مهم قوي: لو الواحد كمل بنفس الطريقة دي، يا ترى هيكون واقف فين بعد سنة من دلوقتي؟ تخيلوا الرقم ده، 365. دي مش مجرد أيام في السنة، دي 365 فرصة جديدة، فرصة كل يوم عشان ناخد خطوة واحدة بس لقدام. وهنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين قوي: الحماس والالتزام. الحماس ده شعور جميل، بس مشكلته إنه مؤقت، بيجي ويروح. إنما الالتزام ده قرار ثابت ومدروس، وهو ده اللي بيكمل لما الحماس بيخلص. الالتزام هو ده الوقود الحقيقي للرحلة الطويلة، هو اللي بيخلينا نكمل حتى في الأيام اللي مش حاسين فيها بأي حماس. لكن خلينا نكون واقعيين، الطريق ده مش مفروش ورد، أكيد هنقابل فيه صعوبات وعقبات. السؤال هو إزاي نتعامل معاها. كلنا ممكن نقع، ممكن نحاول في حاجة ومننجحش من أول مرة، بس الفكرة مش في الوقعة نفسها، الفكرة في اللي بيحصل بعدها. طالما بنتعلم من الغلطة ونقوم نقف على رجلينا تاني ونحاول مرة كمان، يبقى احنا لسه على الطريق الصح. يعني نقدر نقول إنه مفيش حاجة اسمها فشل بالمعنى الحرفي. في ناس بتبطل تحاول. الفشل الحقيقي هو الاستسلام والتوقف عن المحاولة، مش مجرد إننا نتعثر وإحنا ماشيين. كمل. لو في كلمة واحدة بس بتلخص كل حاجة قلناها لحد دلوقتي، هتبقى هي دي: ببساطة شديدة، استمر. طيب في النهاية، إيه هي الخلاصة؟ إيه المكافأة اللي بتستنانا في آخر الطريق ده لو فضلنا مكملين؟ الوصفة في الحقيقة بسيطة جدا ومباشرة. محتاجين 3 حاجات: أولاً قرار، تانياً قلب صبور عنده نفس طويل، وثالثاً خطوة واحدة بس كل يوم. وفي النهاية لازم نفتكر دايما: النجاح مش محتاج موافقة من حد، الطريق نفسه بيكافئ اللي بيكملوا فيه، لأن في الآخر اللي بيكمل هو اللي بيوصل.